وده اللي هم عملوه في 67. يبقى كده انت عندك قاعده ان لازم الجيش الاسرائيلي لو دخل من الثلاث محاور دول لازم ياخد سيناء كلها، ما ينفعش ياخد نصها. يبقى احنا متفقين ان عشان الجيش الاسرائيلي يدخل سيناء ما ينفعش يخش لمثلا ربع المساحه او نص سيناء، لا لازم ياخدها كلها. فادام هو ياخدها كلها يبقى هيعدي على الطرق اللي هرسمها لك دي. تعال نمسك بقى خريطه سيناء ونشوف هيعدوا منين. انت عندك دي سيناء حسب اتفاقيه كامب ديفيد، فهي متقسمه لاربع مناطق، او خلينا نقول ثلاثه لان الرابعه دي عند الشريط الحدودي في الحته دي كده بالظبط اللي هي المنطقه د. لكن سيناء متقسمه لثلاث مناطق ا ب ج. الرابعه دي مش هتتحسب عشان على الشريط الحدودي. فلو قلنا سيناء متقسمه للمنطقه ا وب وج. المنطقة أ دي مسموح لك فيها ب 230 دبابة و7 كتايب مدفعية، أما المنطقة ب فمسموح لك فيها ب 4000 فرد بس من عناصر الجيش المصري. بالنسبة بقى للمنطقة ج فدي مسموح لك فيها بأفراد أو عناصر من الشرطة، مش مسموح فيها يخش سلاح تقيل أو قوات من الجيش المصري. بس الكلام ده كان زمان قبل 7 أكتوبر وقبل ما الدبابات الإسرائيلية تيجي على الحدود وترفع العلم الإسرائيلي وتمشي تستفز فينا وتاخد محور فيلادلفيا وتلعب في المنطقه الحدوديه دي براحتها من غير ما تنسق معانا. فاحنا الجيش المصري قال لهم تمام انتوا مش هتنسقوا معانا، ادام انتوا بقى عملتوا